السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم أخواتي؟ نتمنى تكونوا بخير. بالنسبة للفيديو اليوم حبيت نشارك فيكم طريقتي في حفظ الدجاج في المجمد لشهر رمضان المبارك. إن شاء الله تصوموه بالصحة والهنا. أولا أعتذر أخواتي لأني أنا كنت درت فيديو طويل، يعني من هما 4 دجاجات قمت بتحضيرهم، يعني من اللي بديت نغسل فيهم وطريقتي في غسل وتنظيف الدجاج حتى النتيجة هذه. لكن كانت تفاصيل لو فيديو، عندي مشكل في لاكارت ميموار. بقى لي غير الجزء الثاني من لا فيديو هذه. ما كنتش راح نبعته لاني قلت دوك نعاود، بصح مادام بقات طريقه الجزء الثاني بقى لي يعني طريقه الحفظ، يعني حفظ الدجاجه كامله كما صورتها، قلت نقسمها معكم اخواتي. معليش خطره اخرى ندير لكم طريقتي في غسل الدجاج. اذا بعد ما نظفت الدجاج تاعي، شوفوا كيفاش اخواتي، ودخلته للمجمد وتبلته. قمت بهاد الاكياس الاوراق هذو تاع ديول. درت فيهم الشريط اللاصق هذاك اللي يجي اون بابيي. وكتبت فيه كل ساشي يعني واش راح نحط فيه. كما كنت قلت لكم اخواتي، باللي باش تكون لا كونجيلاسيون تاعكم صحيه، ما تكونش الاكل تاعكم ما يكونش ملامس يعني سطح الاكل ما يكونش ملامس للبلاستيك، لا اما تحطوه في الزجاج او في الورق. انا يعني جاتني هذه الطريقه لانه مازال ما شريتش، يعني هذوك البلارات الكبار تاع الزجاج. اذا هكذا او موان تولي يعني طريقه الحفظ صحيه شويه، لانه سطح الاكل ما يكونش ملامس للبلاستيك. اذا هادو الاجنحه تاع الدجاج انا قمت بتتبيلها بعد ما نظفت الدجاجه تاعي بالجوز سيترون والزنجبيل والملح. يعني عندي طريقه صورتها، يعني دوماج كي راح لي الفيديو. ان شاء الله نعاودو نشوفوها مع بعض. اذا هادو اجنحه الدجاج كما كنت قلت لكم، تبلتهم مليح، خليتهم في التوابل، فلفل اسود، زنجبيل، يعني كل وحده والتوابل اللي تحبهم، سورتو الفلفل الحار، يعني البابريكا. اخواتي، تقدروا كيما هذا اللي يجيو نحطهم انا مثلا في الفرن مشويين مع طبق سلطه، يعني يجيو ولا اروع وكوجبه خفيفه. كذلك قمت تاني لي كويس. ننصحكم اخواتي ديروا لاكول هذيك لا سكوتش العريضه اون بابي، لانه تقدروا تكتبوا فيها. راح نحكمهم منها بسكوتش، يعني باش ما تطلقليش الرائحه في المجمد، وكذلك باش تقعد معايا مده طويله. يعني كيما راكم تلاحظوا اخواتي، ما تبقاش بزاف لشهر رمضان الكريم. ان شاء الله راه وصل يدخل علينا بالصحه والهنا. ان شاء الله نصوموه ان شاء الله بالصحه والهنا. رمضان كريم يعني علينا وعليكم. اذا كذلك مع الكميات الاخرى، هنا درت اطراف طاجين مغربي، هما اللي يجيو فوق لي كويس هذوك. وكذلك درت لي كويس ثاني، حطيتهم اللي كنتو شفتوهم من قبل بنفس الطريقه. خليتهم باينين من تحت باش نعرف يعني واش عندي. كذلك بالنسبة للسكالوب أو صدور الدجاج، أنا كنت حطيتهم فوق لو بابي وحطيتهم في المجمد، راحين تشوفوا طريقة الحفظ معايا. إذا كل وحدة دير على حساب أفراد الأسرة تاعها، ولا على حساب الكمية اللي تستهلكها. أنا نقوم بلفهم بهذا الشكل في الورق، لأنه ما يكونوش السطح ما يكونش ملامس، كل مطرق ما يكونش ملامس للآخر. وراح نحطهم في لي ساشي دو كونجيلاسيون، نربطهم مليح ونحطهم في المجمد تاعي. كل ما نحتاج نجبد كمية. كذلك بالنسبة للأخوات اللي كانوا سألوني على وصفات البيتزا وخبز الدار، إن شاء الله نوعدكم بالكثير، يعني مازال ما لقيتش الوقت برك اليومين هادو، ولكن مازال كاين وصفات يعني مليحة. كذلك بالنسبة للأخوات اللي ما يوصلهمش الفيديوهات تاعي، ما عليكم غير ضغط على الجرس الصغير أسفل الفيديو حتى توصلكم أول بأول يعني كل فيديو نديرو. ما تنسوش الضغط على الجرس الصغير فضلا وليس أمرا أخواتي.
إذا ما ننساوش إهداء اليوم فضيلة أو أم أمين، آسيا سوف والوالدة الكريمة، نورا شامي، نور الهدى، ليلى، نوارا نافا، منيا مينو، ودلال شام، وبوطي سمية، وأم تميم، وأسماء فرحي، وكاتيا بيل. نشكركم على تعليقاتكم الراقية. كذلك ما ننساش الجماعة يعني الخاصة تاعي، أم ماريا، أم عبد الحفيظ، ربي يحفظك يا الغالية، هدى وصالي، والأخت تاع أم عبد الحفيظ صالحة، وبنتها ملك، هدى كالعادة، هدى وروز صابرة ورجاء بن منصور. شكرا لك بزاف بزاف سيداتي. شكرا على تعليقاتكم الجميلة اللي شجعتني باش نزيد نمد يعني أكثر وأكثر. إذا حبيت نقسم معكم طريقة صحية في حفظ الدجاج. شوفوا كيفاه هكذا رايحين تربحوا الوقت، وبالتالي تلقاو الوقت للعبادة، يعني العبد يعني الوقفة تاع الكوزينة